مساء الفل. في حاجة كده مستفزة، كل لما اجي اشحن مثلا رصيد على وي او فودافون او ايا كان. الحركة بتاعت اللي هو يقولك الباقة بكذا، بس هتشحنها بكذا وهتديك رصيد كذا. ليه حسبة بيرما دي؟ ليه مثلا ما تبقاش باقة المية اللي هو هدفع 100، او يا سيدي بلاش اللي هو يعني نقرب المسافات شوية، بدل اللي هو اصل 100 دي هتديك مش عارف كذا وانت هتشحنها بكذا، الكذا ده اللي انا هدفعه الرقم ده يكون مكتوب قدامي، سواء 120 140 او الارقام اللي هي الفزلكه ال 147 و2 قرش والجو الرخيص ده. اروح مثلا اكل في مطعم الاقي الرقم اللي مكتوب ده شامل الضريبه. يعني اللي هو من الاخر كده رايح اشتري مثلا سندوتش ب 100 جنيه، هو ب 100 جنيه. ما تقوليش بقى اصل بعد الضريبه كذا، لا انا ماليش دعوه، انا اللي انا هدفعه عايز اشوفه قدامي احسب انا هاكل بكام والموضوع منتهي. مش بتاعتي ان انا مثلا رايح اشتري حاجه معينه ان انت هتدي الدوله ضرايب كام، دي مش بتاعتي. انا ليا ان انا هطلع من محفظتي كذا واديهولك، ده الرقم اللي انا عايز اشوفه قدامي. تبقى عامل منيو المطعم او الكافيه اللي هو الرقم الفلاني ده شامل الضريبه وشامل الخدمه وشامل كل حاجه. سهلوا علينا الحياه كده، احنا يعني مش رايحين امتحان رياضيات يعني. خلاص اللي هو الحاجات دي احنا عدينا منها من زمان، مش محتاجين ان احنا نقعد نحسب ونقعد نحارب في حاجه زي دي يعني، لو سمحت.